عندما يمارس الاحتلال الإسرائيلي من سرقة الأراضي في الضفة الغربية له نتاج عربدة الاستيطان، وأيضا ممارسة الإسرائيليين أصلا قبل عام 1948 عندما كان يتم مهاجمة القرى الفلسطينية ويتم تهجير سكانها. هذا الأمر شبيه بما يحدث الآن. هناك كثير من المستوطنين الذين يعتدون على الأهالي والقرى الفلسطينية في محاولة لتهجيرهم. هذا جزء، والجزء الآخر سن القوانين الإسرائيلية التي تطبق في أراضي الضفة الغربية كقانون إسرائيلي وليس فلسطيني، فلذلك هم يشرعنون أيضا سيطرتهم على هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا كان ضمن خطة سموتريش في 2017 واسمها خطة الحسم. وأيضا يأمل أن يكون هناك 1,000,000 مستوطن موجود في الضفة الغربية، فلذلك هم يريدون تهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. أما بخصوص موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس في قطاع غزة ووقف خرق لإطلاق النار، هذا جزء من سياسة نتنياهو الذي يريد فعليا أن يفوز في الانتخابات القادمة الإسرائيلية، فهو يلعب في هذه القضية بالتحديد. فلذلك نرى أن هناك دائما ما يكون عمليات اغتيال يحاول أن يصدرها للناخب الإسرائيلي. وأيضا هذا أيضا جاء في لبنان.